جديدة صعد لسه فاضل منتخبين عشان يبقوا 6 منتخبات في هذا الملحق. المنتخبين من أمريكا الشمالية حتى الآن طبعا منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى بيتنافسوا على الصعود لكأس العالم. 3 مجموعات ب 12 فريق هياخدوا منهم 3 فرق ثم هياخدوا أحسن تواني، واحسن تواني دول هم اللي هيخشوا بقى ويكملوا ال4 فرق الموجودين او ال3 فرق الموجودين من اسيا: العراق، بوليفيا، كاليدونيا الجديده والكونغو. ال4 فرق يبقوا 6، 4 اهو و2 من منتخبات امريكا الشماليه والوسطى، يبقوا 6 هياخدوا منهم منتخبين فقط يتاهلوا مع ال46 منتخب اللي وصلوا لكاس العالم، يبقوا 48. طبعا مشوار طويل. الحمد لله احنا بقيادة كابتن حسام حسن نجحنا ان احنا ما نخشش في الهاسل ده الحقيقة والتعب ده. وصلنا على طول من خلال مجموعتنا اللي الحمد لله طبعا احنا كنا الأقوى والأفضل فيها من خلال وصولنا كمركز أول في بطولة كأس عالم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم. طيب ده بالنسبة للعراق الحقيقة ومباركتنا ليهم. بالنسبة لأخبارنا الحقيقة نادي الأهلي في الوقت الحالي كان بيفكر في ضم محمد عبد المنعم في يناير القادم، يعني طبعا سد الثغره اللي موجوده في دفاعات النادي الاهلي. لكن نادي نيوم الحقيقه نادي نيوم السعودي واللي عنده الحقيقه يعني زي ما نقول كده ميزانيه كبيره في كره القدم، برضو في الوقت الحالي ابتدى يعرض على محمد عبد المنعم مقابل مادي كبير لينتقل الى نادي نيوم السعودي في يناير القادم. ايه اللي هيحصل؟ هنشوف مين هينجح في ضم محمد عبد المنعم. طيب نادي الاهلي من خلال خبراته في الفتره الماضيه بالصفقات اللي ممكن تكون جت وما نجحتش، وخصوصا في مركز راس حربه الوحيد اللي نجح هو وسام ابو علي. فقال لك ايه، كان في اسم احنا بنردده الفتره اللي فاتت وقلنا الخبر ده قبل كده مرتين على ابراهيم ديابيتي اللاعب الايفواري، ان انا مش هروح ادفع الفلوس كلها كامله، انا اطلب من النادي السويدي ان انا استعيره لمده 6 شهور. تمام، هنزود الفلوس ونحط بند في بند الشراء بمبلغ معين، لكن هاخده كده مره واحده اروح دافع فلوس وانا مش عارف هينجح معايا ولا لا. انا هاخده 6 شهور والامور لو مشيت حلو زي الفل اكمل بقيه الصفقه الخاصه بهذا اللاعب الايفواري. هننتظر برضو ايه اللي ممكن يحصل. طبعا لعيبه النادي الاهلي هينتظموا في التدريبات غدا. نادي الزمالك اخذ اجازه، لاعبي الزمالك الدوليين اخذوا اجازه وهيبتدوا يستعدوا لمباراه زيسكو. النادي الاهلي برضه هيبتدي يستعد لمباراته القادمه امام شبيبه القبائل. نادي الزمالك هيلعب يوم الاحد، النادي الاهلي هيلعب يوم السبت. ان شاء الله كده كل التوفيق لكل الفرق الافريقيه اللي بتشارك في بطوله الكونفدراليه ودوري ابطال. بيراميدز طبعا في دوري ابطال، والمصري ايضا في الكونفدراليه الافريقيه. طيب عشان وقتنا خلينا نطلع لفاصل واستقبل ضيوفنا النقاد الرياضيين